السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألتني ازاي نصور 20 جنيه على مكنة التصوير بحيث ان يبقى معانا فلوس كتير ونقدر ان احنا نصور فلوس كتير من خلال مكنة التصوير الكيوسيرا او اي مكنة تصوير تانية. طيب دلوقتي انت عايز تصور مثلا 20 جنيه 10 50 200 ايا كان. هتحط الصورة قصدي ال20 جنيه بالشكل ده، تمام. وهنيجي هنا على الكوبي، هنبدأ ان احنا نصور ال20 جنيه علشان هي تطلع لنا. فانا هختار اي 5 بس خليها اي 4 عشان الورقة تبقى طالعة كبيرة، تمام. طبعا انت بعد الخطوة دي ان شاء الله المفروض يعني يكون معاك فلوس كتير وتبقى من اغنى الناس، بس انا عايز اقولك ان اي مكنة تصوير بيبقى فيها علامة مائية، فلا يمكن تطلع لك صورة فلوس، هي اخيرا تطلع لك صورة بيضة زي ما انت شايف كده ان انا مصور ال20 جنيه، بس عمرها ما هتتصور لان المكنة بيبقى فيها سنسور بيحس بالعلامة الضوئية او العلامة المائية الموجودة في الفلوس، فانت عمرك ما هتقدر تصور. فبلاش انك تخش تدور على محتوى شبه دوت، لان ده بيعتبر تزوير. ونصيحة مني اجتهد واشتغل، وان شاء الله تجمع اكتر من ال20 جنيه دي بكتير جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.